السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. معاكم مصيف للاكل البيتي. ما تنسونيش في لايك وتعليق وتقولوا لي ايه رايكم في مخلل الخيار بتاع النهارده. تمام. ما تنسوش اشتراك في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، ولايكات كتير كتير عشان الفيديو ينتشر وكل الناس تشوفه. هنبدأ ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهارده يا حبايبي انا عملت الخيار المخلل ده قبل كده، بس عملته بالوصف. قصدي يعني انا ما شرحتش زي ما هشرح دلوقتي، عملته بالتفصيل بالظبط وبيتعمل ازاي. اللي عايز يدخل على القناه يشوف الفيديو للاخر ويعرف انا عملته النهارده وهشرحه لكم. طبعا انا عملته ازاي. الخيار ده انا عملته لاني حاجه سهله جدا، واي ست مصريه في اي بيت طبعا ممكن تعمله. تمام. واي ست ممكن تعمله وهيكون سهل جدا عليها وهتعرف تعمله بسرعه، وفي 3 ايام بالظبط ممكن ناكله. يعني مش هياخد وقت خالص، في 3 ايام ان شاء الله ممكن ناكله، ان هو بيستوي بسرعه جدا. بصوا شكله عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، شكله جميل جدا. بصوا من تحت اهو. انا حاطه برطمان، انا عامله مخلل خيار وفلفل بس، ما بعملش اكتر من كده. بعمل مخلل خيار وفلفل زي ما انتم شايفين اهو. بصوا شكله بسم الله ما شاء الله جميل. بصوا من فوق عامل ازاي اهو، زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا انا عملته ازاي. جبت في البرطمان ده بياخد بالظبط نقول 2.5 كيلو خيار. تمام. انا منقيه الخيار صغنوني جدا، يعني اللي هو بصوا عامل ازاي. هو طبعا باين في الكاميرا كبير لكن هو صغير جدا اهو. بصوا انا جايباه صغنوني جدا وسعره يعني كويس في السوق الى حد ما. انا جبت 2.5 كيلو وجبت نص فلفل حامي. تمام. وحطيتهم على بعض، رصيتهم في البرطمان على بعض، ما فتحتوش خالص، يعني ما شقيتوش بشوكه ولا شقيته بسكينه، عشان يا حبايبي لو شقيته هيتهري مني. انا بحطه كده مره واحده، ولا بشقه ولا اي حاجه. حتى بصوا ما بشيلش العرف بتاعه. بصوا العرف بتاعه انا ما بشيلوش خالص، بخليه كل زي ما هو كده بخيره، عشان ما يتهريش مني. محدش يشقه، محدش يقول لي هفتحه 2 او اقطعه 2 واحطه، هيتهري يا حبايبي. تمام. انا بحطه سليم كده و3 ايام بالظبط وناكل منه. تمام. انا جبته رصيته في البرطمان، جبت 2.5 كيلو رصيته في البرطمان. تمام. بعد كده جبت نص كيلو فلفل، يعني جبت 2.5 خيار وجبت نص كيلو فلفل، رصيتهم في البرطمان. بعد كده عملت جبت راس توم كبيره، جبت راس توم كبيره وجبت دقتها وحطيت عليها كوبايه خل، وحطيت عليها نص كوب زيت، وحطيت كمون. ده كل ده في الميه، كوبايه خل ونص كوبايه زيت، وحطيت راس توم دقتها، وحطيت كمون وشطه وملح. تمام. يبقى كمون وشطه وملح وراس توم ونص كوب زيت ونص وكوبايه خل. حطيت كل ده ببعضه ورصيته في البرطمان، ورحت حطيت عليه كل الخليط ده. الزيت بيديله لمعه حلوه قوي وبيخليه شكله جميل. بصوا زي ما انتم شايفين كده، بصوا الزيت جوه اهو بيديله لمعه وبيخليه شكله جميل. وده طبعا التوم. تمام يا حبايبي. وهو بقى بالمنظر ده وعملته، وبسم الله ما شاء الله بقى بالمنظر ده اهو زي ما انتم شايفينه. وان شاء الله باذن الله بعد 3 ايام بالظبط نفتح عليه وناكله. تمام يا حبايبي. ما تنسونيش في لايك وتعليق واشتراك في قناتي وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وانتظروني بكل جديد وجديد مع المصيف للاكل البيتي. واللي حابب يحجزوا اوردر مفيش اي مشكله، هسيب رقمي في الوصف عشان اللي حابب يحجزوا يتصل عليا، وهنوصل لكم داخل القاهره. في كل انحاء مصر بنروحها، لكن اي محافظات تانية ما بنروحش، المندوب بيجي لكم لحد باب البيت. تمام يا حبايبي. يلا عايزاكم تقولوا لي رايكم ايه، وانتظروني بكل جديد مع فيديوهات احلى واحلى. السلام عليكم.